بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فحلقة اليوم سأحاول أن أتناول مجموعة من القضايا التي تهم بلادنا وتهم قضايانا الوطنية. في مقدمتها طبعا هناك الملف الأول يتعلق بملف الاستغلال البئيس للحادث المأساوي الذي وقع في الحدود بين المغرب وإسبانيا بشأن المهاجرين والعملية ديال الاستغلال المقيت الذي قامت به الجزائر في الموضوع. الملف الثاني الذي سيهم في التراب الجزائري، وهو مخطط إرهابي مشؤوم كانت تنوي الجزائر أن تحقق مجموعة من الأهداف من ورائه. تم اختيار الفئة، تم تجنيدهم، تم تدريبهم بشكل عسكري، كيف يخوضون المواجهة مع القوات الأمنية، كيف يتقاتلون أو كيف يهاجمونهم بمجموعة من الأسلحة. وقد عرضت اليوم القنوات التلفزيونية الإسبانية الآلات الحربية التي تمت بها مواجهة القوات الأمنية المغربية، والتي خلفت ما يزيد على 140 جريح، جروحهم متفاوتة الخطورة في القوات الأمنية، وحوالي 40 جريح آخر في قوات الحرس الإسباني. هؤلاء كانوا مزودين بالمعاقف الحديدية، بالسيوف الحادة، بالسكاكين، بالهروات، وبأسلحة خاصة تقليدية مجهزة للقتل. قد تم عرضها وتم كشف خيوط في خاصة مع بعض الدول الأعضاء، سفراء بعض الدول الإفريقية في مجلس الأمن. وهنا أتحدث عن السفير الكيني، وكذلك التنسيق مع جنوب إفريقيا التي أصدرت بلاغا اليوم يدين هذه العملية ويدعو إلى تحقيق، وفيه رائحة العنصرية، بأن المغرب تعامل بعنصرية مع المهاجرين الأفارقة. وقد نسيت الدبلوماسية الجنوب إفريقية تاريخها الأسود في العنصرية وفي ارتكاب المجازر في مواطنيها السود. لذلك فالنظام الجزائري طبعا وينسق مع حلفائه من جمهوريات الموز للمحاولة عبثا لخدش صورة المملكة المغربية مع الدول الإفريقية وسمعتها العالمية، خاصة مع الإنجازات التي حققتها في مجال الهجرة. لا يعرفون أنه دولة ذات مصداقية ودولة موثوقة وتعتمد الهجرة الإنسانية، وألقت من الجهة الأخرى ألقى الاتحاد الأوروبي وبرلمان الاتحاد الأوروبي والصحافة الإسبانية ألقت المسؤولية على التراخي الأمني للجزائر وعدم حراستها لحدودها، وتم التلميح إلى أن الجزائر مسؤولة على هذا المخطط الذي كان مبرمج مسبقا لتحقيق هدفين أو 3 أهداف على الأقل. الهدف الأول هو محاولة خدش صورة المملكة مع الدول الإفريقية، خاصة بعد النجاحات التي حققتها المملكة بعد عودتها إلى الاتحاد الإفريقي. الهدف الثاني هو محاولة التقليل من الأهمية
التي يتميز بها المغرب في مجال الهجرة، حيث يحتضن المرصد الأفريقي للهجرة ويعتبر بطلا للهجرة في إفريقيا. وقد أكدت الزيارة التي قام بها الملك لإفريقيا سنة 2016 ذلك، بحيث أن جميع القادة هنأوا الملك على سياسة الهجرة التي اعتمدتها المملكة. الهدف الثالث من هذا المخطط كان هو الضغط على إسبانيا من أجل تغيير موقفها من قضية الصحراء المغربية، وطبعا كلها يعني أفعال مدانة ولا يمكنها أن تزعزع دول كإسبانيا، فموقفها موقف رسمي دائم ونهائي في قضية الصحراء المغربية. بالمقابل طبعا فالجزائر ليست لها سياسة في مجال الهجرة، سياستها هي حشر المهاجرين الأفارقة ورميهم في الخلاء وفي صحاري النيجر ومالي وتعذيبهم وسرقتهم وقتلهم، فإن كان هناك إعدامات مباشرة أو مجازر فهي التي ترتكبها المخابرات الجزائرية والعسكر الجزائري في حق المهاجرين. وهناك حالات وحوادث كثيرة، حتى أن مقرر الأمم المتحدة الخاص بالمهاجرين أدان عدة مرات الجزائر. فإذا أهدافهم لم تتحقق، وأهداف الاستخبارات الجزائرية لم تتحقق ولن تتحقق في حادث عرضي معزول وقع نتيجة عسكرة المهاجرين الأفارقة من طرف الجزائر. إذن هذا هو الموضوع الأول. الموضوع الثاني يتعلق بفضائح الألعاب البحر الأبيض المتوسط. لم يسبق في التاريخ أن تم توبيخ دولة منظمة لألعاب رياضية مثل ما تم توبيخ الجزائر. اللجنة الدولية الأولمبية توبخ الجزائر على التنظيم. هناك فوضى في التنظيم، هناك خصاص كبير في النقل وفوضى في النقل، هناك سوء في الأكل وفي الغداء وفي استضافة الصحفيين والإعلاميين وضيوف العائلة الدبلوماسية الذين قاطعوا هذه لأول مرة كذلك في التاريخ هذه التظاهرة الرياضية. هناك فضائح كثيرة على الرغم من محاولة حجب الحقيقة من طرف إعلام العار، إلا أن هناك فضائح كثيرة. من هذه الفضائح ما تم نشره اليوم عبر وسائل الإعلام الدولية مباشرة هو تدعيم اللوحات الإشهارية المحيطة بالملاعب الرياضية، دعم اللوحات الإشهارية بقطع خشبية وبصناديق بلاستيكية مملوءة بالتراب. هذا لم يحدث ربما منذ 2500 سنة من تنظيم هذه الألعاب. أكياس بلاستيكية مملوءة بالتراب وأخشاب تدعم اللوحات الإلكترونية أو اللوحات الإشهارية المحيطة بالملاعب. هذه سابقة وفضيحة كبرى تبين حقيقة وقيمة القوة، ما يسمى بالقوة الضاربة. الإنارة العمومية تنطفئ في الملاعب بغتة. لم يتم عرض خرائط مجموعة من الدول وخاصة المغرب وإسبانيا في الحفل الافتتاحي. تم قطع أو بتر أجزاء من النشيد الوطني المغربي، وقد يكون ذلك عن عجز في عزف النشيد، وقد يكون ذلك طبعا مقصود من أجل محاولة المس بالمملكة المغربية.
بالإضافة إلى ذلك هناك أخطاء في عزف نشيد البلدان عند تتويج الرياضيين، فبدل عزف النشيد الوطني الإسباني تم عزف النشيد الوطني الإيطالي. كذلك الأكثر خطورة هو تواجد قناصين في أعلى سطح الملاعب الرياضية خلال حفل افتتاح رسمي فيه ضيوف وفيه الجمهور، بحيث أن هذه الحالة أرعبت الجميع، أرعبت الضيوف وأرعبت المتفرجين وأرعبت المشاركين. فالأمر طبيعي عند دولة بوليسية عسكرية، فعندما يكون جنرال على رأس الرياضة وجنرال على رأس الغاز وجنرال على رأس الإعلام، فانتظر الكارثة. ومن المتداول حول هذا الموضوع أن الرئيس الجزائري هو الذي أمر بنشر هؤلاء القناصة خوفا من اغتياله في افتتاح هذا العرس الرياضي الأولمبي، وهي مسألة معتادة لدى نظام العسكر، مثلما تم اغتيال مجموعة من الرؤساء السابقين وعلى رأسهم الرئيس المغتال الشهيد محمد بوضياف، الذي تم اغتياله مباشرة أمام العالم وعلى شاشات التلفزة. إذن هناك مجموعة من الكوارث ومجموعة من الفضائح التي تبين حقيقة هذه الدولة التي تعتبر نفسها قوة ضاربة. وأنا كمغاربي في الحقيقة لا أرضى ولا يمكن أن أرضى بمستوى هذا التنظيم وبمستوى هذا الاستقبال الذي تم خلاله طرد، كذلك تسجيل فضيحة أخرى، طرد صحفيين كانوا يريدون تغطية هذه الألعاب. فدولة عسكرية لا تريد الانتقاد ولا تريد تقديم نقد ذاتي ولا تريد تصحيح أخطائها، فهذا هو العسكر، يعتبر نفسه مركز العالم. فإذا هذه الدورة للألعاب الأولمبية عرفت مجموعة من الفضائح، ومن المؤكد أنه لن يتم تنظيم أي حفل رياضي مستقبلا في الجزائر، وهناك حديث عن سحب تنظيم الشان للاعبين المحليين من الجزائر. فهي كانت تريد من خلال تنظيم هذه التظاهرة الرياضية فك العزلة وإظهار ما يسمى بالجزائر الجديدة، لكنها في الواقع أطلقت على نفسها النار وتم فضحها فضيحة ما بعدها من فضيحة. الملف الثالث هو ملف قضية الصحراء المغربية، قضيتنا الوطنية. طبعا القضية الوطنية حسمت، والدول العظمى كلها مع مقترح المغرب المقدم في إطار مخطط الحكم الذاتي. وهنا كما قلت المسألة محسومة، فالمغرب لا يتفاوض على سيادته وإنما يريد حل لمواطنيه، لما تبقى من مواطنيه الصحراويين المحتجزين في تندوف في الجزائر. وهنا أوجه رسالتي إلى المواطنين الجزائريين بما في ذلك المعارضة الجزائرية. أما النخب التي باعت ذمتها وتعتبر نفسها نخب وهي في الواقع تلحس أحذية الجنرالات والذباب، فلا أوجه له كلامي.
الصحراء ليس هناك لا صحراء غربية ولا هم يحزنون، هناك صحراء مغربية يعيش فيها مواطنون مغاربة كغيرهم من المواطنين، فيها أحزاب سياسية وتنافس سياسي حقيقي ينظمون شؤون منطقتهم. نسبة الانتخابات هي أكبر نسبة على المستوى الوطني، وهناك تنافس سياسي حقيقي. المنطقة تعرف تنمية غير مسبوقة في جميع المجالات، وهناك استثمارات دولية غير مسبوقة من دول كبرى في المنطقة، والمغرب يستغل ثرواته من صيد بحري وفوسفات وغير ذلك في إطار وحدته الوطنية. وقضية الصحراء، وهذا خطابي موجه إلى المعارضة، قضية الصحراء هي قضية جميع المغاربة، قضية 40 مليون مغربي، فهم مستعدون للدفاع عنها بالغالي والنفيس، وهي مسألة محسومة عندهم. يعني ذاك الكلام ديال الصحراء الغربية وبأن المغرب ما نظمش المناورات في المنطقة في المناطق الصحراوية، هذا كلام للاستخبارات الجزائرية. هم يعلمون الحقيقة. فالجنود الجزائريين كانوا يصورون عبر شاشات وهواتفهم وأدواتهم، يسمعون أصوات الطائرات والمدافع والطلقات على الحدود الجزائرية مباشرة. وفي النهاية تأتي الشروق وتقول بأن المغرب لم ينظم المناورات في المحبس، وتنتقد تونس لمشاركتها في هذه المناورات التي شاركت فيها ما يزيد على 30 دولة مراقبة، و18 دولة شاركت رسميا بقواتها وعتادها، وما يزيد على 7500 جندي شارك في هذه العملية التي كانت ناجحة بامتياز وفي مناطق الصحراء المغربية. فإذا كما قلت مسألة محسومة، وهي قضية للشعب المغربي، والكبرنات يعرفون ذلك، ولكنهم يخفون هذه الحقيقة على شعبهم ويريدون ترويجها دائما في وسائل الإعلام، ويتحدثون عن هرطقتهم وكلامهم البائر المتعلق بتقرير المصير وتصفية الاستعمار وغير ذلك من الكلام الذي تجاوزه الدهر ويعود إلى الحرب الباردة. فالمغاربة في صحرائهم والصحراء في مغربها، وهي قضية جميع المواطنين المغاربة في الشرق والغرب والجنوب والشمال. إذن هذه هي الحقيقة. وتشبت هذا النظام العسكري المجاور للمغرب بما يسمى تصفية الاستعمار وتنظيم الاستفتاء وغيره، وحديثهم عن الصحراء الغربية، هو هدر للزمن السياسي وتفويت الفرص على الشعوب المغاربية كافة. ويعرف كامل المعرفة بأن المسألة محسومة وحسمت، وأنه لم يقدر على المغرب حتى منذ 50 سنة. في السبعينات لم يقدر على المغرب، وكان معه القذافي وجمال عبد الناصر وجميع جمهورية الموز بما في ذلك سوريا وجميع الدول الاشتراكية وجنوب إفريقيا وغيرهم بأسلحتهم وجنودهم ومرتزقتهم وخبرائهم، ولم يقدروا على المغرب. فبالأحرى الآن المغرب يمارس كامل سيادته على الصحراء، ومواطنوه يعيشون في أمن وأمان وفي سلم وسكينة وفي عيشة كريمة كغيرهم من المواطنين في باقي مناطق المملكة. فهذه هي الحقيقة، ولا داعي للكذب والبهتان في قنوات العار، فقد جعلت
الشروق والحياة والنهار جعلت من الجزائر مهزلة ومضحكة كبيرة. يتحدثون عن أزمة اقتصادية وتجارية في المغرب، يتحدثون عن الجوع، يتحدثون عن حراك في المغرب، يتحدثون عن أشياء في خيالهم فقط، أشياء في الخيال. لا يعرفون بأن طماطم المغرب وخضروات المغرب تغزو إفريقيا وأوروبا وحتى روسيا، وتنافس أكبر الدول الأوروبية ومنها الدولة الجارة إسبانيا. لا يعرفون أن الفلاحة المغربي والمخطط الأخضر المغربي حقق نقلة نوعية في الاقتصاد والفلاحة الوطنية. أما الصناعة فذاك مجال آخر. والمغرب قوي بشعبه وملكه وجيشه وحلفائه في كل بلدان الدنيا. فمراهنتكم فمراهنة العسكر الجزائري والمخابرات الإرهابية الجزائرية على إضعاف المغرب هو مراهنة سخيفة ومراهنة كما يقال على الأسوأ. هذه المواضيع إخواني أخواتي التي كنت أود الحديث عنها، وفي الحقيقة هي مواضيع تحدثت عنها تلقائيا، لم أحضرها ولم أدونها، وأردت فقط أن أشارككم هذه المواضيع، وأرجو في النهاية مشاركتكم وتشجيعكم وتفاعلكم مع هذه القناة. وإلى حديث آخر في موضوع آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.